في كتب بتخبطك في حتة جواك، مش عشان فيها قصة ولا علشان فيها بطل بيكسب في الآخر، لكن عشان بتكشف لك الحقيقة حتى لو الحقيقة دي وجعك. النهاردة جايبالكم كتاب كأنه مراية، مش مراية لأشكالنا بس مراية لأنظمتنا، لحياتنا، لحاجات كنا فاكرينها حرية وطلعت قيد متغلف بشعار. وعلى فكرة الفيديو ده ملوش علاقة بالسياسة، هو مجرد عرض لقصة الكتاب وأحداثه الأدبية من غير أي إسقاطات سياسية. الهدف هو الاستمتاع بالقصة وفهم معانيها. عنوان كتاب النهاردة هو Animal Farm، مزرعة الحيوان، للكاتب البريطاني جورج أورويل، ونشره سنة 1945. رواية خفيفة في حجمها لكن تقيلة قوي قوي في معانيها. الحكاية بتبدأ في مزرعة اسمها مانر فارم، فيها حيوانات كتير بس كلها تحت رحمة بني آدم واحد، مستر جونز. الراجل ده مش بس بيستغل الحيوانات، ده بيشرب وبيهملهم وبياخد تعبهم يديهم فتافيت. وفي ليلة هادية كده الحيوانات اتجمعت. الخنزير العجوز ميجر بيطلب يقابلهم عشان يحكي لهم عن حلم شافه، مش أي حلم وخلاص، ده حلم عن ثورة، حلم عن مزرعة من غير بشر، مزرعة بيحكمها العدل وكل حيوان فيها يكون متساوي. فبيقول لهم إحنا اللي بنشتغل، إحنا اللي بنولد، وإحنا اللي بنتقتل في الآخر وهم بياخدوا كل حاجة. وكده زرع فيهم أول بذرة تمرد، وبعدها بأيام بيموت، بس كلماته فضلت عايشة وراه وفضلت زي النار كده قايدة فيهم، زي صوت بيلح في ودنهم كل يوم وهم بيشيلوا وبيشتغلوا وبيجوعوا، الصوت ده شغال. الخنازير كانوا أذكى الحيوانات، فنابليون وسنوبول وسكويلر بدأوا يخططوا، دول الخنازير على فكرة. وفي يوم الحيوانات بتقوم بثورة حقيقية، بيهجموا على مستر جونز وبيطردوه من المزرعة، والأول مرة في حياتهم يحسوا إنهم أحرار. أول حاجة عملوها إنهم غيروا اسم المزرعة من مانر فارم لمزرعة الحيوانات Animal Farm، وبيكتبوا على الحيطة 7 وصايا، قواعد أساسية واضحة ومفهومة. الوصية رقم 1: كل من يمشي على رجلين فهو عدو. 2: كل من يمشي على 4 أو عنده جناحين فهو صديق. 3: لا حيوان يقتل حيوان. 4: لا حيوان يشرب كحول. 5: لا حيوان ينام في سرير. 6: لا حيوان يلبس هدوم. 7: كل الحيوانات متساوية. والحلم بدأ، وكلهم بقوا بيشتغلوا سوا بإيديهم وبحب وبيقين إن التعب ده ليهم مش لغيرهم. شوية شوية كده وابتدت الفروق تظهر. الخنازير ما بقوش يشتغلوا زي زمان، بيقولوا إحنا بنفكر وانتوا تنفذوا، وبدأوا ياخدوا اللبن لنفسهم بعدها التفاح. الحيوانات سكتت كل ده، بس جواهم كان في حاجة مش مريحة. الخنزير اللي لسانه حرير كان دايما يقول لهم لو سبتونا احنا الخنازير نجوع مش هنقدر نفكر، ووقتها مستر جونز هيرجع. الجملة دي كانت زي السحر، أي حاجة تتقال بعدها الحيوانات بتسكت. الخنزير سنوبول كان حالم بيفكر في المستقبل، كان عايز يبني طاحونة هوا تجيب كهرباء وتوفر مجهود الحيوانات. لكن نابليون ما كانش عايز غير السلطة. وفي يوم الاجتماع الكلاب اللي كان نابليون مربيها من صغرهم هجموا على سنوبول وطردوه من المزرعة، وسكويلر كالعادة ما بيتدخلش في اللي بيحصل. ومن هنا نابليون بقى الزعيم الوحيد، ما بقاش في تصويت، ما بقاش في نقاش، بقى في أوامر لازم تتنفذ. الخنازير سابت مساكنها وراحت تسكن في بيت البشر، ناموا في سرايرهم ولبسوا هدومهم وشربوا خمرهم. الحيوانات بدأت تسأل، ده ضد الوصايا اللي كتبناها، فاكرين الوصايا 7؟ كله ده ضدها. بس سكويلر بيرد عليهم وبيقنعهم إن القاعدة كان فيها استثناء، وإنهم هم اللي فهموا غلط من الأول. وفاكرين الحيطة اللي كان مكتوب عليها 7 وصايا؟ كل مرة يرجعوا للحيطة دي يلاقوا الوصية اتعدلت. مثلا لا حيوان ينام في سرير بقت لا حيوان ينام في سرير بملاية. وكده بالتدريج الحلم بدأ يتاكل. بوكسر الحصان القوي كان رمز للتضحية، شعاره كان أنا هشتغل أكتر والقائد نابليون دايما عنده حق. بوكسر كان بيحب المزرعة بجد من كل قلبه، وكان مصدق إن كل اللي بيحصل من مصلحتهم. وفي يوم
بوكسر تعب ووقع واحتاج لعلاج. نابليون بقى القائد أخده باعه للجزار عشان يشتري خمرة، وقال للباقي لما رجع إنه وداه المستشفى. الحيوانات زعقت واحتجت، بس محدش قدر يغير حاجة لأن الخوف كان بقى أقوى من الحلم. في الآخر القواعد كلها اتمسحت، واللي فضل منهم اتغير معناه، والوصية الأخيرة اللي كانت رمز للمساواة بقت بتقول كل الحيوانات متساوية، لكن بعض الحيوانات أكتر مساواة من غيرها. وفي مشهد النهاية الحيوانات تبص من الشباك تلاقي الخنازير قاعدين مع البشر بيضحكوا سوا، ولما تبص تاني ما تقدرش تفرق مين فيهم البشر ومين فيهم الخنازير. مزرعة الحيوان مش عن حيوانات، هي عن كل مجتمع فيه حلم، وبيجي حد يركب الحلم ده يستغل العواطف ويحول الثورة لأداة سيطرة. أنا مش عارفة لو المعلومة دي مهمة بالنسبة لكم، بس الرواية دي كانت إسقاط عن الثورة الروسية، أو بمعنى أصح الثورتين، عشان كان في ثورتين حصلوا 1917، واحدة في أكتوبر وواحدة في فبراير، لا واحدة في فبراير وواحدة في أكتوبر. على كل حال ده موضوع تاني، بس لازم نفهم حاجة. النهاردة الحكاية دي ممكن نشوفها في أي بلد، وفي شغل، في سياسة، في بيتك، في أي مطرح. دي حاجة بنعيشها كل يوم وكل وقت. لما تكون بتحلم بالحرية ويجيلك صوت يقولك اسكت عشان العدو هيرجع، أو الزعيم عنده رؤية أنت مش هتفهمها دلوقتي، ساعتها اسأل نفسك، هو احنا فعلا أحرار ولا لبسنا قيد جديد بس بلون تاني؟ هل انت فعلا عايش الحلم ولا بتتفرج عليه من بعيد؟ أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.